اكتشف البوليس جثة طافية لشاب على سفحة النيل، تعرفت عليها زوجته سعاد حسين. غير انها غضبت عندما تقدمت العاهرة نادية بيجو ليلى علوي لتقول لضابط المباحث عبد السلام الدهشان انها جثة حبيبها السابق سمير محمود حميدة، وذكرت للضابط انها اشتركت مع اخرين فيما حدث لسمير. ليتم القبض على باقي المتهمين عزت إبراهيم وطلعت الشربجي وعباس النص وحربي غيبوبة. وتحكي نادية القصة من أولها على ضابط المباحث، فقالت إن الشلة جمعتها قعدة تدخين الحشيش يوميا في أحد العوامات على النيل، ويقوم بخدمتهم وإعداد الجوزة الواد حربي غيبوبة سيد حاتم. ولإحساسهم بالملل فقد اقترحوا أن يحكي عليهم كل واحد منهم الطريق الذي أوصله لقعدة الحشيش، ويبدأ من يدخن كرسي معسل فاضي. وبدأ عزت أحمد ماهر رجل الأعمال الثري الذي طمعت الشابة الجميلة ناهد هندية في الزواج به، فلما تم لها ما أرادت اكتشفت عجزه الجنسي، ولجأ عزت لطبيب العائلة الذي أكد له خلوه من الموانع، فقاده صديقه هشام عبد الله لتدخين الحشيش لإكساب القوة اللازمة، ونصحه أحدهم بلقاء عاهرة لعله يقوي أمامها على خجله. فكان اللقاء بنادية بيجو وعاملها برفق ونبل وحنية، وفشل أيضا معها، لكنها اتسحبت عليه وقادها لجلسة الحشيش. بينما تعرفت زوجته على شاب من النادي لتحصل على متعتها الجسدية معه، فلما علم عزت بالأمر فضل الصمت واستسلم للأمر الواقع مستعينا بتدخين الحشيش. جاء الدور على نادية، فقد كانت من أسرة فقيرة وأبيها يعمل فرانا، وقد التحقت بشركة سياحية حيث تعرفت على سمير الذي عرض عليها الزواج رغم علمه بفقرها، ولكنه عندما رأى فقرها تراجع واعتذر لها. تزعلني بالعافية ليه؟ ده كله مقدر ومكتوب، لا انت من نصيبي ولا انا من نصيبك. وعندما حضر للقاهرة أبو جودة الشامي وأسرته وهو من كبار عملاء الشركة، تولت نادية مرافقة أسرته في جولات سياحية لمعالم القاهرة. ودخلت نادية مزاج أبو جودة، واستعان بسمير للزواج بنادية سرا على زوجته، ووافق سمير على مساعدته مقابل أن يشاركه في مشروع مناسب. وقدم أبو جودة لوالد نادية شقة كبيرة في أحد الأحياء الراقية ومبلغ كبير من المال ليفتتح فرن خاص به. ووافقت نادية وسافرت معه للشام، فلما قضى مآربه ومل منها أعادها مرة أخرى بحقيبة ملابسها لتكتشف أن المال أفسد إخوتها وأن المال تبخر من والدها. وعملت في أقدم مهنة عرفتها المرأة، والتقت بعزت الذي قادها لقعدة الحشيش. فلما علم سمير بعودتها مطلقة أراد أن يعيد علاقته بها وتتبع أثرها حتى عومت الحشيش. انت جاي ليه؟ فاكر اني راجع بمؤخر صداق بالدولارات؟ ولا معايا 4 كيلو دهب غوايش على سلاسل؟ لا بكتلي على شؤون يا سمير. مش راجع غير بتذكرة الطيارة وشوية فلوس قدرت ادبرها من المصروف اللي كان بيديهولي. وكان الثالث طلعت الشربجي حسن حسني باش كاتب المحكمة الذي كان يتاجر في مستندات القضايا، فكان يعين الظالم على المظلوم مما أرق ضميره، فكان المسكن هو تدخين المخدرات ليكون دائما مسطولا. وكان الرابع عباس النص نجاح الموجي الذي عانى من الفقر والبطالة، وشاهد صاحب القهوة المعلم نملة مصطفى عكاشة يقبض عليه متلبسا بالمخدرات، فاقترب من زوجته زينات عزيزة راشد بحجة مساعدتها لإيجاد محامي للدفاع عن زوجها ومساعدتها في إدارة القهوة. وبعد حصول المعلم نملة على 15 سنة سجن شعرت زينات بشبابها الذي ضاع. حاولت التقرب من عباس الذي رفض الحرام وطلب الحلال، وساعدها للحصول على الطلاق وتزوجها ليصبح معلم القهوة ويودع أيام الفقر والجوع.
غير إنه فوجئ بزينات بتحضر الأموال الكتيرة اللي كان المعلم نملة يخفيها في عشة الفراخ بعيدا عن أعين البوليس. وتلك كانت غلطة زينات، فقد عرض عليها نص كنكة محوجة بالمخدرات تناولتها واستدعى لها عربة الإسعاف، ليقرر المسعف إنها سكتة قلبية ليدفنها النص ويستولي على مالها ويفتتح محل لبيع الأحذية وسط البلد. ومن قعدة الحشيش يعرض على نادية العمل بالمحل، وتظن نادية إنها الطوبة، ولكن عباس النص كان يطمع في جسدها مجانا. فرفضت نادية بيجو، وجاء الدور على سمير اللي رفض تناول الحشيش، فأمده عزت بتذكرة هيروين. تعاون الجميع في إيصالها لأنف سمير عنوة، والذي أصيب بإغمائه، وأرادوا رش الماء على وجهه، فحملوه وألقوه به في النيل، ولم يدركوا أنهم بذلك يقتلوه، فقد كانوا جميعا مساطيل. فيلم المساطيل إنتاج 1991 من بطولة ليلى علوي ومحمود حميدة وحسن حسني ونجاح الموجي وأحمد ماهر وعزيزة راشد. الفيلم من تأليف وائل حامد ومن إخراج حسين كمال.